السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها، وعيد سعيد. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الرز الأبيض بتاع العيد، بتاع الفتة. هنعمله بطريقة سهلة جدا، وهيكون مفلفل وجميل، وعمره ما هيعجب منك. وينفع تعملوه جنب الخضار، جنب أي طبيخ زي ما بيقولوا. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. اول حاجه انا غسلت 3 كوبايات رز، نقعتهم ربع ساعه كده او نص ساعه، وبعد كده صفيتهم كويس جدا جدا. اهم حاجه ان هم يكونوا متصفيين كويس. وبعد كده رحت بقى جايبه الحله بتاعتي، وحطيت فيها معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، ونفضل بقى نقلب في الرز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. اهم حاجه التشويحه بتاعت الرز دي، شوحوه وحطوا الملح بتاعه طبعا. يبقى انا غسلت ال3 كوبايات وصفيتهم كويس جدا، وحطيت معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، وبشوحه كده بقى مع الملح. لكل كوبايه رز معلقه صغيره ممسوحه من الملح. ونقلب بقى كده. اهم حاجه نشوحه كويس جدا، واكون طبعا غاليه ميه في الكتل. اهم حاجه الميه تكون مغليه، والرز الابيض بالميه احسن من الشوربه. والله بيفرق وبيبقى طعمه جميل جدا، بالمية أحلى من الشرب. وأهم حاجة المية تكون مغلية. 3 كوبايات رز نعايرهم 3 كوبايات مية من نفس الكوباية. وبعد كده أول ما يغلي بنوطي ونغطي. نغطي الحلة ونوطي النار، ونقلب كده تقليبة. وبعد كده نغطي الحلة ونسيبه بقى مع نفسه. بصوا بقى، ما شاء الله هو كده استوى خلاص. اهم حاجة اول ما المية تغلي بتاعت الرز نروح موطيين وسايبينه. بصوا بقى، يطلع مفلفل وجميل، الرزاية برزايتها كده، الرزة برزتها. وادي طبق الرز بتاعنا بتاع الفتة الجميل، وكل سنة وانتم طيبين، احلى رز لاحلى فتة. وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. طريقة سهلة جدا، وعمره ما هيعجن بالطريقة دي. اتمنى بقى ان الطريقه تكون عجبتكم، طبعا كلكم عارفينها، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم طريقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا اهم حاجه زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.